السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز. يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري بعدما حقق فوزا ثمينا على حرس الحدود بأربعة أهداف نظيفة في المباراة السابقة. ويستعد نادي الزمالك لمقابلة نادي المقاولون العرب في المباراة القادمة في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز. ويأمل نادي الزمالك في الحصول على الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات لمنافسة النادي الأهلي على بطولة الدوري الممتاز، خصوصا أن الفارق بينهما أصبح نقطتين فقط. ويدخل نادي الزمالك مباراة المقاولون العرب منتعشا بالفوز على حرس الحدود بأربع أهداف دون مقابل في المباراة السابقة، وهو الآن في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعها بالفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين. أما المقاولون العرب فيدخل مباراة الزمالك بعد أن تعادل مع نادي المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق في المباراة السابقة، وهو الآن في المركز الثامن وله 11 نقطة، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في مباراة واحدة. ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الخامسة مساء الأحد المقبل 25/12 باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز. وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.